كان في شاب اسمه أنس عنده 24 سنة، ساكن في مدينة نصر، وبيحب الكمبيوتر والتكنولوجيا من وهو صغير. حياته كانت عادية، بس كان دايما عنده فضول غريب تجاه كل حاجة غامضة، خصوصا الديب ويب. وفي يوم وهو بيقلب على اليوتيوب لقى فيديو بعنوان دخلت الديب ويب وشفت حاجات عمري ما هقدر انساها. الفيديو خلص وأنس مقدرش ينام، عقله كله كان بيفكر في سؤال واحد: هو ازاي واحد يقدر يدخل الديب ويب؟ وهل الديب ويب ده اصلا حقيقي؟ ولو حقيقي ازاي ادخل؟ فتح متصفح جوجل كروم وكتب هاو تو اكس ذا ديب ويب، يعني ازاي تدخل الديب ويب. واول نتيجة طلعت له كانت داونلود تور. نزل متصفح تور، نزل المتصفح وثبته وفتح الشاشة كلها كانت عبارة عن سودة، واللينكات اللي بيشوفها أول مرة يشوفها في حياته، وكل اللينكات بتنتهي بكلمة أونيون. حس إنه دخل كهف مش متشاف، وعشان يأمن نفسه اشترك في VPN مدفوع ودفع بحساب افتراضي ب10 دولار. دخل أول مرة موقع اسمه ذا هيدن ويكي الويكي، يعني المخفي. الموقع كان جميل مواقع تانية، بس كان في آخر الصفحة لقى لينك غريب من غير عنوان، عليه نقطة سودا بس. وضغط عليه وفتح له صفحة سودا مكتوب فيها The Seventh Session، الجلسة السابعة، وتحتها جملة If you found this it for searching and if you are searching، يعني لو وصلت هنا يبقى لازم كنت بتدور، ولو بتدور لازم تكمل. وتحتها زرار مكتوب عليه ستارت سيشن، ابدأ الجلسة. أنا ضغط والكاميرا اشتغلت، وظهر راجل لابس قناع أبيض ووراه ستارة سودا والإضاءة حمراء. بص للكاميرا وقال you are now part of the session, welcome أنس، your number 8، انت بقيت جزء من الجلسة. أهلا يا أنس، انت رقم 8. أنس اتجمد، وهو ما دخلش اسمه وما دخلش اي حاجة فيها معلوماته. قفل المتصفح بسرعة وقفل الجهاز ورجع يفتحه، وبعد ساعة لقى على الديسك توب ملف تكست مفتوح لوحده مكتوب فيه سيشن تومورو ميدنايت، الجلسة التانية بكرة في نص الليل. الليلة اللي بعدها في نص الليل فتح الجهاز وشغل متصفح طور ودخل على نفس الراجل. نفس الراجل ظهر له، بس المرة دي مع 3 لابسين نفس القناع وقاعدين حوالين ترابيزة مدورة، والكاميرا عرضت فيديو لأنس وهو نايم، بس الكاميرا كانت متعلقة في زاوية فوق الشباك. الراجل قال we are watching you، احنا شايفينك. أنس جاله شلل والجلسة خلصت وقفل كل حاجة، بس وهو بيقفل سمع صوت خبط على باب أوضته، خبط خفيف ومتكرر. الليلة اللي بعدها نفس الرابط اشتغل لوحده، والجلسة بدأت بدون ما يضغط على حاجة. الجلسة الثالثة الكاميرا عرضت طفل صغير وهو قاعد في أوضة ضلمة. الطفل قلب صوت رفيع بيهد ذا دور، أنس ورا الباب. الجلسة خلصت والباب قفل، وكان بيهتز كأنه حد واقف وراه. الجلسة الرابعة عرضت فيديو لأنس وهو نايم، بس بيقول طلاسم بكلام غريب. الجلسة الخامسة عرضت فيديو من أيام طفولته وهو بيعيط عند جدته، بس محدش يعرف الفيديو ده اتصور امتى ولا حتى ازاي. والجلسة السادسة كانت صفحة سودة تماما، وفي آخرها ظهرت صورته وهو ميت، وتحتها مكتوب زور هو فينيش فيكم ذا نيكست شابتر، اللي يكمل يبقى هو الفصل اللي جاي. والليلة الأخيرة الكهرباء قطعت واللابتوب اشتغل لوحده وتور اشتغل لوحده والرابط فتح لوحده. والراجل ظهر وبص للكاميرا وقال ناو أنس اتس يو تيرن تو كونتينتو ذا سيشن، دلوقتي يا أنس دورك تكمل الجلسة. وبعدها اللابتوب طفى وأنس اختفى وأهله بلغوا الشرطة، بس كل اللي لقوه كان صفحة سودة على الجهاز مكتوب فيها The next session will start soon who's watching، الجلسة الجاية هتبدأ قريب، من اللي بيتفرج؟ بعد اختفاء أنس الموضوع فضل ساكت أسبوع كامل، لحد ما واحد تاني اسمه كريم، شاب عنده 19 سنة من المعادي، كان بيذاكر في سايبر قريب من بيته. واللابتوب اللي قاعد عليه لقى فيه ملف اسمه
ستيشن دوت اكس. فتح الملف، الشاشة سودة ومفيش أي حاجة غير جملة واحدة وهي ويلكم تو سيشن 8، أهلا بيك في الجلسة التامة، وتحتها كونتينو ذا سايكل أور ديس، كمل الدورة أو اختفي. كريم ضحك وقال شكلها لعبة رعب، بس أول ما ضغط انتر الشاشة قلبت على كاميرا لايف، واحد مش واضح ملامحه ووراه مكتوب بخط أحمر You found what he couldn't، انت لقيت اللي هو مقدرش عليه. والشاشة كتبت You are the new house، انت المضيف الجديد. النور قطع والسايبر كله ضرب ريستارت لوحده، والملف ظهر على كل الأجهزة مكتوب who's next، مين اللي جاي. وبعد ما الملف انتشر في السايبر كله، واحد من العمال خاف ومسح كل حاجة من الشبكة وقفل الراوتر وفصل الكهرباء. بس بعد 3 دقايق الأجهزة اشتغلت لوحديها تاني، كل الشاشات كتبت نفس الجملة H2 انت فات الأوان خلاص ومفيش حاجة هتقدر توقفها. وبعدين ظهر وش كريم على كل الشاشات، بس مش وشه العادي، كان باصص في الكاميرا وبيبتسم مع إن سودة تماما. آخر الشاشة ظهر عد تنازلي، ولما وصل صفر كل الأجهزة طفت، كريم اختفى والسايبر اتقفل والناس بطلت تقرب من المكان. بعد أسبوع الملف سيشن دوت إكس ظهر على موبايل طفل في مدرسة ابتدائي، تو بي كونتينيو يتبع. الولد كان اسمه يوسف وعنده 9 سنين وبيحب الألعاب على الموبايل. كان ماسك موبايل أخوه الكبير وبيشوف صور وفيديوهات، لقى ملف اسمه سيشن دوت إكس، ضغط عليه وهو فاكر إنه لعبة. الشاشة اسودت وظهرت جملة واحدة بالخط الأحمر ويلكم يوسف، أنت دلوقتي في الجلسة التامة. أخوه فورا جري على أبوه وأمه وبدأ يندهلهم، ولما رجعوا ملقوش يوسف وما كانش موجود تماما. كل اللي لقوه على السرير كانت ورقة مطبوعة وعليها صورة يوسف وهو واقف في ضلمة ومكتوب تحتها started the cycle. بعدها الملف station دوت اكس ظهر على موبايلات المدرسة، حتى الميس لما شافت الملف فتح لوحده قدامها والشاشة كتبت the class is the next session، الفصل هو الجلسة الجاية. النور فصل في المدرسة كلها، كل الطلبة اتجمدوا في أماكنهم وكل موبايل في الفصل شغل نفس الفيديو. يوسف قاعد على كرسي في نص الفصل وفاضي والباب بيقفل لوحده ورا كل واحد. في الفيديو كان فيها طفل بيبص للكاميرا ويقول بصوت مش صوته احنا بدأنا خلاص ومفيش حد يقدر يوقفنا. ومن يومها المدرسة فضلت مقفولة وممنوع حد يقرب منها. بس بعد أسبوع الملف ظهر على شاشة إعلانات إلكترونية في ميدان التحرير في مصر، وتحته جملة واحدة مين فيكم عنده الفضول. فكرة ضحايا الدارك ويب اللي هم مش فاهمين قوي في المجال دوت لما بيدخلوا، والناس اللي بيسمعوا مثلا الحاجات ديت والقضايا اللي بتحصل ديت، فكرة عندهم دافع الفضول انهم يجربوا بنفسهم ويخاطروا، ولا مستحيل وبس كده؟ سلام.